دكتورة ميرو حبيبتي، أنا محتاجاكِ في استشارة صغننة. قولي يا قلبي. بُصّي يا روحي، أنا من ساعة ما عملت دايت وأنا حاسة إن أنا مكتئبة جدًا، جدًا، مش عارفة أعمل إيه. حلو. تنصحيني بإيه بقى؟ أولًا آه. في هرمون في الجسم اسمه السيروتونين، إحنا في هرمونات للسعادة زي الدوبامين هم 4 هرمونات، إمم. المهم في منهم هرمون يا جماعة اسمه السيروتونين، الهرمون ده خاص بالأكل، عشان كده معظم اللي بيعملوا دايت بيبقى عندهم اكتئاب، ليه بيبقى عندهم اكتئاب؟ لأن الهرمون ده بيقل جدًا في جسمهم، الهرمون ده إيه علاقته بالدايت؟ الهرمون ده بتفرزه الأمعاء، يعني كل ما بناكل أكلة حلوة كل ما الهرمون ده بيفرز، فبالتالي بتحس إن أنت مبسوط وسعيد ويا سلام بقى كمان لو الأكلة الحلوة دي مع شلة حلوة، فبنضحك وبنهزر، الهرمون ده المعدة بتفرزه، الهرمون ده خاص بالمعدة، 90% من الهرمون ده بيبقى خاص بالمعدة، فلمّا تلاقي نفسك بتاكل أكلة حلوة بتلاقي نفسك مبسوط، فطبعًا الدايت أنا باتحرم من الأكل، فبالتالي الهرمون ده بيقل في الجسم، وبالتالي بييجي معظم الناس اللي بتعمل دايت اكتئاب. ها. يعني إحنا محتاجين الهرمون ده. محتاجين الهرمون ده، إمم. علشان كده دكاترة الدايت علشان الناس ما ييجيلهاش اكتئاب بيقولوا لهم دايمًا افصلوا يوم وكلوا الحاجات اللي أنتم عايزينه عشان عشان يوازوا آه. الحالة النفسية آمم ل للي بيعملوا دايت، فهرمون الهرمون ده مهم جدًا. في كمان بقى هرمون الدوبامين، ده الهرمون الخاص بالمشاعر، علشان كده بيبقى حلو جدًا وإحنا لمّة أصحاب، حلو جدًا لمّا بنحضن بعض، عشان كده بنقول إن الحضن ده مهم جدًا، مهم جدًا تحضن أولادك، مهم جدًا لمّا تشوف أصحابك تعانقيهم جدًا بحُب، تسألوا عليهم، الهرمون ده اللي هو هرمون الدوبامين وده بتاع المشاعر، بتاع الاهتمام، بس خلاص. استفدت منِّك أوي بصراحة، حبيبتي.